السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا. هطول أمطار غزيرة في البلاد في شهر يوليو. عواصم مطرية تلحق الأضرار في عدو خلا. انطلاق مناورات عسكرية اندونيسية مشتركة في جزيرة سومطرة. اشتباكات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورنو كاراباخ. أوبك بلاس تقرر زيادة متواضعة لإنتاج النفط. من العناوين إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا. كانت إصابتان في سنبل وواحدة في كل من قدايف وميتمناي ووكي وقجرت وماجوهت وغزاواندا. في غضون ذلك شفي 16 مريض كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,095، شفي منهم 9,870 وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 122 مريضا رعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 4 أغسطس لعام 2022. أعلنت وزارة الزراعة تسجيل أمطار غزيرة في نقاط تسجيل معدل الأمطار في البلاد في شهري يونيو ويوليو. وذكر الإرصاد الجوي في وزارة الزراعة بأن بارنتو سجلت أعلى معدل هطول الأمطار في شهر يوليو، حيث بلغت في 12 يوما من هطول الأمطار 325.6 ملم، بينما سجلت نقاط الدخالة وسعزقة وشواندي وميعيني أعلى معدل هطول أمطار بعد بارنتو. وأشار القسم إلى أن مناطق قالت وأفعبت وشاكا وقريت وقرمايكا ونقفة أقل معدل هطول الأمطار. وعلى مستوى الأقاليم سجل إقليم القشبرك معدل هطول الأمطار بلغ 325.6 ملم في بارنتو، وأدناها 26 ملم في قرمايكا. وفي إقليم عنسبة سجلت نقطة شوندو في 10 أيام من هطول الأمطار 287 ملم لتكون الأعلى في الإقليم، وقلت أدنى معدل هطول الأمطار في الإقليم بمعدل 7.9 ملم. وسجلت نقاط زعزقة في الإقليم الأوسط أعلى معدل في الإقليم بلغت 288.2 ملم، وأدناها درفو بمعدل 52.5 ملم. وشهد الإقليم الجنوبي على معدل هطول أمطار في عدو خالة بلغت 317 ملم، وأدناها في حليبو. وسجل هطول الأمطار في إقليم شمال البحر الأحمر 53.5 إلى 6.2 ملم في قندع ونقفة وفرو وفعبت وشعب ومنشب. وسجلت عدو خالة على معدل هطول أمطار عمومي من شهر يونيو حتى نهاية شهر يوليو، حيث سجلت في 23 يوما هطلت فيه الأمطار 440.5 ملم، تبعتها مناطق دسي وبارنتو وشامبوكو وعدحة وشاء. وسجلت مناطق قالت وأفعبت وزابات دبرة وقرمايكا ونقفة أدنى معدل هطول أمطار بلغت من 3.4 إلى 27 ملم. وتتوقع معلومات الإرصاد الجوي العالمي هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في معظم مناطق البلاد الممطرة خريفا حتى نهاية شهر أغسطس. عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة اجتماعها التقييمي نصف السنوي في مدينة كرم في الأول والثاني من أغسطس. وأفاد الاجتماع تسيير أعمال التوعية ومكافحة الظواهر غير القانونية ومساعدة أسر الشهداء والتعبئة كضرورة مرحلية في المرأة والتنظيم والتأطير، بالإضافة إلى التدريب للتوعية السياسية وتمكين المرأة. ودعا الاجتماع المرأة لتعزيز دورها وإسهاماتها للدفع بالمميزات
وحل القصور لتنفيذ فاعل للأنشطة في النصف الثاني من السنة. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخاتس فاميكيل في ختام الاجتماع تطور البرامج المنفذة في الداخل والخارج، مؤكدة مواصلة برامج تأطير المرأة. تلقى 37 من أعضاء ضابط التعبئة والتوجيه في وزارة الدفاع دورة تدريبية في الإدارة والقيادة. وأوضح مسؤول ضابط التعبئة والتوجيه في وزارة الدفاع العقيد سلمون سيوم في ختام الدورة التدريبية في 4 من أغسطس أن التدريب مواصلة للدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الدفاع لتأهيل أعضائها، داعيا المتدربين لتسيير أنشطة فاعلة في مواقع العمل. وقال مسؤول متابعة التدريب الرائد في الساحة التخلية تميز التدريب المقدم في الحوار والطبائع في مكان العمل. وأشاد الدكتور هايله نوغوسي القادم من أمريكا الذي أشرف على الدورة التدريبية باهتمام المتدربين، معربا عن ارتياحه لتمضية إجازته في مثل هذه المهام الإيجابية. وأكد ممثل المتدربين على أهمية التدريب وأنيته. وتسلم المتدربون الشهادات من يد مسؤول متابعة التدقيق في وزارة الدفاع الرائد برهاني كبدي. ألحقت العواصف المطرية في مديرية عدخالة التي هاطلت في 31 من يوليو الأضرار في الأرواح والممتلكات. وجرفت السيول شابا في عد بوركيتو وانهار سدا في دامبا سعة 50,000 متر مكعب مياه وتدمير المزارع أسفله. وعرب مدير مديرية عدخالة سيد عن مسقل الرحنوم عن قلقه من حدوث مشكلة في مياه الشرب والسقي لانهيار السد، وذلك بعد تفقده. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. بدأ الجيشان الأمريكي والأندونيسي تدريباتهما القتالية السنوية المشتركة في جزيرة سومطرة الأندونيسية ومناطق أخرى. وأكدت السفارة الأمريكية في جاكرتا في بيان لها أن تلك التدريبات تهدف إلى تعزيز إمكانية الربط البيني والقدرة والثقة والتعاون لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ. من جانبه أشار جنرال تشارلز فيلين القائد العام للجيش الأمريكي في المحيط الهادئ إلى أن التدريبات رمز لمتانة العلاقات بين الولايات المتحدة وأندونيسيا وتنامي العلاقات بين القوات البرية في هذه المنطقة، لأن القوات البرية هي المادة اللاصقة التي تربط البنى الأمنية للمنطقة معا. وتشهد منطقة المحيطين الهندي والهادئ نشاطا بحريا متناميا للصين، ويشارك في تلك المناورات التي تشكل تدريبات للجيش والقوات الجوية والبحرية أكثر من 5,000 جندي من الولايات المتحدة وأندونيسيا وأستراليا واليابان وسنغافورة، مما يجعلها الأضخم منذ بدء التدريبات عام 2009. أعلنت أذربيجان أنها سيطرت على مرتفعات استراتيجية عدة في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا. وقال الجيش الأذربيجاني أنه شن عمليات أطلق عليها اسم انتقام ردا على التحركات الإرهابية غير المشروعة للمجموعات الأرمينية المسلحة في أراضي أذربيجان التي أدت إلى مقتل جندي أذربيجاني. من جهتها دعت أرمينيا المجتمع الدولي لوقف تصرفات أذربيجان العدوانية في جيب ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، حيث أدى تصعيد الأعمال العنف إلى سقوط 3 قتلى، ما يعيد شبح حرب العام 2020. وفي أول رد فعل على الاشتباكات الأخيرة قال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن الضروري الحد من التصعيد والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حلول تفاوضية. هذا واتهمت روسيا أذربيجان بانتهاك وقف
إطلاق النار في جيب ناغورنو كاراباخ، مضيفة أن جنودها لحفظ السلام المنتشرين في المنطقة يحاولون تحقيق استقرار الوضع. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها في أوبك بلاس على إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج رغم دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا إلى زيادة الإنتاج لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار. وبهذا القرار يثبت تحالف أوبك بلاس تماسكه، كما أنه يتعامل بحرص مع روسيا التي تتعارض مصالحها تماما مع مصالح واشنطن. واتفق مرسلو الدول 13 الأعضاء في منطقة البلدان المصدرة للنفط أوبك بقيادة الرياض وشركائهم 10 بقيادة موسكو على زيادة متواضعة جدا للإنتاج بمقدار 100,000 برميل يوميا خلال شهر سبتمبر، مقارنة بحوالي 432,000 ثم 648,000 برميل إضافيين في الشهرين السابقين، وفق ما أعلن التحالف في بيان في ختام الاجتماع. استمرت الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من اليابان، وحثت السلطات أكثر من 100,000 شخص في الأجزاء الشمالية الشرقية والوسطى على إقلاع منازلهم بعد ورود تقارير حول فقدان العديد من الأشخاص وانقطاع الكهرباء وإمدادات المياه. وأصدرت وكالة الرصاد الجوي على درجات التأهب من الأمطار في محافظة ياماغاتا بشمال شرق اليابان، حيث فاض النهر موغامي في عدة مواقع، مما تسبب في انهيارات أرضية وغبر منازل وتعطيل إمدادات المياه. وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة المركزية أن الشخصين ما زالا في إعداد المفقودين، وأن حوالي 1900 أسرة بما في ذلك أسر بمحافظة نيغاتا بدون كهرباء. كذلك أثرت الأمطار الغزيرة على خدمات السكك الحديدية منذ ليلة الأمس، حيث انهارت جسور السكك الحديدية على الخط الغربي في كوشيما وياماغاتا وفقا لشركة شرق اليابان للسكك الحديدية. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. الهيئة التنفيذية للمرأة تقيم أعمالها. أمطار غزيرة في البلاد في شهر يوليو. عواصف مطرية تلحق الأضرار في عدخالة. انطلاق مناورات أمريكية أندونيسية مشتركة في جزيرة سومطرة. اشتباكات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورنو كاراباخ. أوبك بلاس تقرر زيادة متواضعة لإنتاج النفط. قدمنا لكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية. في أمان الله.